افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان يوم 21 من ديسمبر 2024 مسجد عائشة في منطقة عين عودة بالعاصمة المغربية الرباط. هذه المبادرة الكريمة جاءت لتعزز العلاقات التاريخية والإنسانية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، وهي علاقات تميزت عبر الزمن بالود والتعاون المثمر. المسجد الذي تم بناؤه على نفقة سموه الخاصة يعكس الطراز المعماري الإسلامي التقليدي بلمسات مغربية فريدة. يمتد المشروع على مساحة 16 ألف متر مربع، منها 3900 متر مربع مخصصة للمباني، ويستوعب المسجد حوالي 4500 مصل في الداخل، بالإضافة إلى 10,000 مصل في الساحات الخارجية، ليكون بذلك صرحا إسلاميا يحتضن المصلين من مختلف مناطق الرباط وضواحيها. تطلب إنجاز المسجد حوالي 32 شهرا ليكون أكثر من مجرد مكان للصلاة، بل رمزا للروابط العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. وتميز افتتاح المسجد بحضور شخصيات إماراتية ومغربية بارزة، حيث أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي صلاة الجمعة برفقة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وجموع من المصلين. يأتي هذا المشروع ليعكس النهج الذي أرسى دعائمه المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسن الثاني رحمهما الله، وهو نهج يقوم على التعاون، الأخوة، وخدمة الإنسانية. رسالة قناتنا: هذا الحدث ليس مجرد بناء مسجد، بل هو تجسيد للعلاقات الأخوية العريقة بين الإمارات والمغرب، خطوة تعزز من القيم الروحية والإنسانية، وتؤكد أن الروابط بين الدول تبنى على المحبة والتقدير المتبادل. تابعونا لمعرفة المزيد عن مثل هذه المشاريع التي تجمع الشعوب حول قيم نبيلة. شكرا على المشاهدة.